لم تجد هذه الأم سوى دموعها لترثي بها ابنها. كان لدى أحمد السنوسي شغف وحب عميق بالتصوير، وقد قاده شغفه هذا إلى تصوير لحظة موته بيديه. هذه الصورة أخذها خلال اشتباكات وقعت مؤخرا بالقاهرة، ويقول أصدقاؤه إنها من آخر الصور التي التقطها. ربما يكون هذا الجندي هو الذي أطلق الرصاصة التي قتلت أحمد. التشريح الطبي يشير إلى أن الرصاصة قد اخترقت رأسه، وحتى الآن ما زال الجيش يمتنع عن التعليق على هذا المقطع من الفيديو. تقول والدة أحمد إنه قد أحب التصوير منذ طفولته. Since he is a boy. لقد عمل لعدة وسائل إعلام دولية، وآخر عمله كان لصحيفة معارضة لنظام مرسي. إلا أن أمه تقول إن شغفه بالتصوير كان يفوق اهتمامه بالسياسة، ولطالما حذرته من العمل بالصحف، ولكنه كان يقول لها دائما: أعرف، ولكنني أحب عملي، أحب أن أجد الحقيقة. He said, yes, I know, and I like this. I like to get the truth. صديقه كريم الذي أهمه الحزن يقول إن سلاحه كان الكاميرا، وسلاحه هذا كان أقوى بكثير من سلاحهم. My weapon is much more powerful than their weapon. وبحسب والدته فقد كان أحمد خائفا على حياته أثناء تغطيته للأحداث التي تلت عزل مرسي من السلطة في مصر. I miss him. I miss him يا أحمد، يا حبيبي يا أحمد.